الله. خلي بالكم، انت ممكن ما تشوفش الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وانت ممكن ما تشوفيش الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وانا ممكن ما اشوفش الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طب ازاي كده؟ يعني ايه ازاي ما نشوفش الرسول وليه؟ تعالوا ما احكي لكم الحكاية. موقف حصل مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين. كانت بتخيط ثوب والإبرة وقعت منها والمصباح انطفأ، ومش شايفة الإبرة في أرجاء الغرفة كلها، بتبحث عنها بالليل في الظلام مش شايفاها. فدخل عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نوره ملأ المكان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السيدة عائشة فرحت وضحكت وشافت الإبرة بوضوح. قالت له: ما أجمل وجهك وما أنور وجهك يا رسول الله. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت له: لما تبتسم يا رسول الله؟ قال لها: إن في ناس مش هتشوفني يوم القيامة. قالت له: إزاي يا رسول الله؟ قال لها: من ذكرت عنده ولم يصلي علي لن يراني يوم القيامة. إياكم أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تصلوا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من أمتي. أتدرون من البخيل من أمتي؟ قالوا: يا رسول الله البخيل من لا دينار ولا درهم له. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.